يعني يا بطن اللي بتتقطع سكاكين وبتخرط في معدتي. ده انا لسه بقول يا هادي وراجع بعد الاصابه واول ماتش قدام انبي ويحصل فيا كده. مين؟ امام عاشور؟ ايه يا ابني مالك؟ الف سلام عليك. بتعمل ايه هنا في المستشفى؟ انت مش لسه كنت نازل بديل قدام انبي؟ ايه اللي حصل لك بس؟ اللي حصل يا زوزو يا اخويا لا يتحكي ولا يتقال. اصلا انا قبل الماتش الزفت بتاع انبي ده حسيت مره واحده كده ان انا جعان، فرحت جبت 2 حواوشي وواحد كبده من عند العربيه اللي قدام استاد المقاولين اللي كان في الماتش ده، وبعدين كلتهم من هنا وبعيد عنك حسيت مصاريني بتتقطع. الله يخرب بيتك. ايه اللي خلاك تاكل من العربية دي بس؟ انت مش عارف ان صاحبها زملكاوي واكيد شافك رايح تاكل من هناك راح حاطط لك حاجة في الاكل؟ انت مجنون يا ابني. عندك حق يا زيزو، علشان كده الراجل قال لي هعمل لك شويه حواوشي حراقين يا ايمو يا حراق اللي هيتحرق شعر صدره البعيد. يا عم انت اخدتني في الكلام، انت ايه اللي جايبك هنا برضه في المستشفى دي ومالك كده ماشي على عكاز؟ يا عم مش انا اتصبت في الماتش الفقر الزفت بتاع انبي ده وجالي شد جامد في رجلي وادينا اهو مش قادر امشي، وفي الاخر الكابتن عماد النحاس طالع يقول زيزو هو المسؤول عن اصابته ويتحمل هو المسؤولية كلها، وتقريبا كده الاصابة هتاخد لها من 3 اسابيع لشهر يعني. لا يا عم زيزو ما تستهبلش، وماتش الزمالك مين اللي هيلعبه؟ ده انا كنت معشم نفسي ان انا وانت هنخربها في الماتش ده. لا انا مش مرتاح للموضوع ده، انت شكلك كده عايز تهرب من الماتش بتاع الزمالك ده. عيب عليك الكلام ده يا ايمو، ده انا كان نفسي العب ماتش الزمالك ده واجيب فيهم جون ولا حاجه، بس اديك شايف اللي حصل، وبعدين البركه فيك انت وبن شرقي وان شاء الله تظبطوا الدنيا في الماتش. يا عم كان نفسي يبقى احنا التلاتة في الماتش ده علشان نقلبها مراجيح، بس مش مشكلة، الاهل بمن حضر والموجودين يسدوا. بس معلش يا زوزو في الكلمة، اغيب كام شهر عنكم